بره كلناها نيه يعني صح؟ فانتوا كلتوها انا شفت فهي الدم كانت نازل على نيه بقه. عشان كده الطعم كان بشع. احنا كان اهم حاجه هترجع بالنسبه لنا دلوقتي المشكله قعدنا كتير كمان أوي. مش في الطعم، المشكله ان خالد بيعيد 70 مره المشهد ده من كل زاويه، فاحنا عمالين ناكل وابتدينا بقى هنرجع ومش قادرين فجبنا فوار بقى وزعناه على كل الممثلين. فكان ده انا بالنسبه لي ده اصعب يوم في المسلسل. لا انا شايف السؤال ده يتسال لمصطفى في ايه الاكلات اللي كان البريك. بياكلها في البريك. ايه اغرب اكله اكلتها؟ الوليمه اللي احنا جبناها دي الوليمة اللي هي كانت حلوة. المبكبكه والحاجات المبكبكه دي دي حلوه قوي. دي كنا بناكل عايزين ننام. أيوة، ما أنا- كارهين المسلسل والله. انت اصلا كنت بتفطر عايزين. سمان مشوي. وبالنسبه مشوي انما في مشوي وبالنسبه خفيف. مش قالوا لي اي حاجه مشويه لا، خفيفه. انت مره طلبت كوارع على كفته على سجق على كبده. فاكر انت لما بص يا عملت استاذ لنا خالد، طالما الواحد ما بيدفعش بفلوسه بيبدا يطلب حاجات مالهاش علاقه ببعض. انما لو هدفع باكل صنف واحد انما في البريك ما دام ما حدش يدفع. بس خدت بالك ان هم كلهم باصين لك في الاكل وفاكرين كلت ايه يا مصطفى؟ مركزين. انت فاكركم بقى مركزين في المسلسل، مركزين في بريكي. انهي مشهد عدتوه كذا مره عشان ما كنتوش بتبطلوا ضحك؟ هو اول مشهد ايوه بقى، بس الأحمر احكي لهم على اللي الاقلام اتكلمنا بقى عليه. حبيبي. احكي لا لهم بتاع المشهد. الاقلام. هو ما فيهوش اقلام، هو الناس لما اتفرجت عليه اتشال الاقلام اتشالت من كتر المشهد. بس هو المشهد اللي انا دخلت بيلاقي ياسمين عبد الوهاب. وكان اسمه ابو فادي بيصورها، وبعدين هو دخل هو ورحمه بوظوا فابتدى المشهد. يكلمها وحش فابتدت تضربه بالاقلام. بقول له ده انت- كان اللي انت بيحصل بتضربني يعني. عشان دي، فبيروح ضاربني تاني اللي هي مراته اصلا. هو اصلا كان اقتراح مصطفى موضوع الاقلام ده، وانا عارف ان خالد هيشيله، بس انا كنت عايز استمتع بالاقلام. فالمشهد اتصور واتشال فعلا الاقلام، بس ده اتعاد مثلا مليون بس مره. احنا بنصورها فيك جدا. احنا بنصورها وانت بتضرب وانا بتضرب عاملين كده. لا ده هو يعني ده هو مفيش حاجة بيضربك. اسمها كده. ده هو بيضربك وانت قبل يعني انت قبل القلم بيضحك بيموت قبل القلم ده يعني برضه بسبب قفشك. انت بتقفش من بره بموت. مش هذا مستحيل. انا بصراحه كنت قاعد على المونيتور يعني كرهنا. عمال اقول ايه آخر يعني مرة التيك وهتردوا. ده وبعدين هنفجر. كرهنا. طب ماشي يلا. التيك ده وهمشيه التيك ده أصلاً، بقى هنقعد وهنفجر. عربي. التيك انا اول مره اشوف رحمه في حياتي. ايوه. فان انا اطردها من اللوكيشن. استاذه رحمه واستاذ مصطفى بره المشهد. وجات لي اسماء يومها هو ايه والشاب اللي هو ايه الوصله لا جت تقول لي معلش استاذ خالد بالنبي مش عارف فاهم. انت عملت حاجه بظهرك. والله رحمه دي محترمه، انا لو منها كنت امشي وابوظ لكم المسلسل. انا كمان انا كمان. طب كملوا بقى. وروني بقى. كملوا من غير- هي عارفه ان هي عامله مصيبه. هي عامله مصيبه. ده مفيش جمله بتقولها اللي بتموت من الضحك قبلها. ايه رايك في الخلفه في اول الجواز على طول؟ ممتعه حلوه جدا. انت اصلا مش متجوز انا عارف ولا بس مخلف. هي حلوه. يعني الجواز خلفه رقم واحد. لا انا معاك بجد يعني تتجوز أنا وتخلف على بوجهة طول؟ نظري. لا اخلف طبعا. قبل ما اتجوز كمان. لا ثانيه الترتيب مش كده. الجواز خلفه. انا بالنسبه لي الجواز رقم واحد خلفه. انا بتجوز دي عشان يا رب اخلف يعني. طبعا. ماشي بس الناس كلها لسه ثانيه بالراحه. طيب اوريدي في تعداد مش هقتنع سكان. بحاجه تانية. ماشي. الجواز خلفه. انت ديمقراطي جدا. هو قال رايه. انا وجهه نظري ان طبعا دي من الخبره بعد شويه ان قرار الجواز ده قرار وقرار الخلفه ده قرار تاني خالص. I agree. يعني انا نقعد سنه سنتين نعرف نشوف. بعض. اصل انت لما بتتجوز من الخطوبه ليه؟ لا ده لا خطوبه ده لا نكش. انت بتعيش إحنا مع حد بنتقابل- في بيت واحد دي حاجه بنتقابل. ثانيه بقى. برافو يبقى عليك. مش الجواز خلفه يعني. نسبة الطلاق في مصر كبيرة جدا يا جماعة، وكلهم مخلفين عشان بيعملوا نفس الحركة اللي انت بتفكر بالظبط فيها كده. دي. شكرا. فالناس الذكاء بقى ان هي تقعد شوية عشان لما نطلق ما سنه نطلقش سنتين عيال. 3 4 5 6 كده. يا جماعه انا رجعت في الجواز مش خلفه. سنتين حلو. بص انت جرب الطلاق الاول وبعدين نتكلم. ايه ده قبل الجواز والخلفه؟ نجرب الطلاق الاول. استاذ محمد انت هتقرا وهتجاوب اول واحد. حاضر يا فندم. من وجهة نظرك هل المفروض يكون في حدود في تدخل الأم في حياة أولادها بعد الجواز؟ يعني شاكرين جدا. السؤال كمل يا إيه بقى؟ مصطفى. ايه السؤال بقى؟ يعني لا هو المفروض يبقى التدخل بالنصيحة الكويسة، لكن انك تتدخلي في حياتهم ودول ناس بيصنعوا حياتهم بشكل جديد وهم اختاروا بعض وعرفوا بعض ولازم يخشوا في تجارب حقيقية عشان يعرفوا يحلوا. انت بلاش خبرتك القديمة تدخل في حياة شباب عالمهم غير عالمنا وغير جيلك وغير اللي انت شايفاه. الافضل انك تسيبيهم يحلوا مع بعض. اذا احتاجوا نصيحتك في اشياء تدخلي، لكن مش على الفاضيه والمليانه.
وعاده الجوازات بتبوظ انا اعتقد بسبب تدخلات بعض الامهات، مش لازم نعمم يعني، بسبب انها بتبقى شايفه ان ابنها مظلوم وان الست ما بتقدملوش كل اللي هو عايزه، والعكس شايفه ان بنتها ازاي هو ما يجيبلهاش وما يعملهاش وحاجات. طب انت يا استاذ محمد سؤال، انت كان عندك نفس المشكله دي في حياتك؟ لا والله والدتك كانت بتتدخل يعني؟ لا والله العظيم مش عشان والدتي الله يرحمها، بالعكس والدتي كانت بتقف في صف مراتي ضدي، يعني كانت مراتي لما بتحب متضايقه مني من حاجه تروح تشتكي لها، فهي كانت تيجي عليا انا وتقول لي الستات ما تعملوش كده، يعني يا ابني الستات ما تعملوش كده خالص، خليك اعقل، خليك اهدى، ما تشكش في كل حاجه، ما تبقاش بخيل، ما تبقاش. ادتني شويه نصايح كده ماشي بيهم في حياتي لحد دلوقتي يعني، وهي طلعت صح، يعني الحكايه مش كده، بس فكره تدخل الام في حياه الابن دي او العكس دي فكره مش كويسه الا اذا احتاجنا نصيحتها. سقفوا له. الله يخليك. اتفضلي يا استاذه شيرين اصحابي. اعيد تاني يا استاذ ولا لا خلاص بقى ده اول تيك على طول. عجبك ده؟ لا تمام. ايه المشهد اللي كان مطلوب منك تطلعه بشكل كوميدي جدا؟ وباظ. ده اكيد السؤال ده مش طب ليا. وريني كده، مش فاهم. ايه المشهد اللي كان مطلوب منك تطلعه بشكل كوميدي جدا وانت كنت داخل تصوير ومودك وحش جدا. ومودي وحش جدا؟ لا انا كان عندي القصه الشهيره ان انا كنت في يوم يعني كان عندي اعراض الكورونا وما قلتلناش. لما عديتكم كلكم بعد كده كلكم تعديتوا وانا قلت عبت ليه؟ ايوه. لا انت يوم ما كنتش واقول له موجود. يا استاذ كورونا يقول لي لا برد انا كويس. انا حافظاك اصل دي اعراض كورونا. لا هي اسماء المره اللي جات لنا بكورونا دي الحقيقه. انا ايوه مش مره جيت عيانه. عادي خلاص لا كان خفيتي. عندي برد. ما هي كورونا. مفيش برد. كل اللي بيجي لهم كورونا يقول لك برد عادي. وشاب برضه بره صور حرام 41. فاكره بس كلكم مش التصوير كورونا. ما بيوقفش غير في حالات الوفاه بس. غير فاكرين اليوم المشهد اللي مصطفى كان بيشيل فيه اسماء؟ هي اسماء ما روحتش غير لما اغمى عليها في ده المشهد. مظبوط طبعا. بس سابها تروح بس. كتر خير كتر خير. وكملوا بعدك على فكره. لا انا ما كنتش يعني ما كنت بحاول اكون لطيف والله في أنا موضوع عارفة. البدله ده بالذات لان انا عارف ان هو بشع. ازمه رهيبه. هو اسماء ايه كنت ساعات ايه مثلا اقول لها اسماء انت المفروض دلوقتي مبتسمه او دلوقتي مش عارفه انا هي كانت تيجي تقول لي استاذ انا دلوقتي سوري يعني فاتحه بقي للاخر يعني انا مبتسمه جدا. اقول لها مفيش حاجه باينه لان طبعا كل الفيشل اكسبريشنز بتروح في الماسك فاهم. فاكره لما قلت لك في المذيعه مره وكان في مشهد التريد ميل. لا انا كلمته اصلا على مشهد التريد ميل ده وكلمنا فاهم قاعد يقول لي مالك زعلان قلت له مشهد التريد ميل ضاع فقال لي انت مش فاهمه مفيش رياكشنات ليه؟ البدله مفيش رياكشنات اخي كنت بعمل ايوه كأن حاجه ماسكاها كده في وشها فاهم وبتعمل هي اخرها الحته دي. قالت له هو الحيوان ده بيتكلم على ايه؟ لا المشهد ده لازم نتكلم عليه. مشهد لما مصطفى شال ده تحفة. اسماء ده يعني ثلاجه. لما كان في نيجوشيشنز على هيدفع كام؟ هشام هيدفع مصطفى كام؟ وهشام احسبها لي غساله 6 مش عارف ايه شعله واعملها مش عارف ايه وبتاع. وطبعا لما مصطفى شال اسماء بجد هي اسماء في الحقيقه وزنها خفيف جدا. كنت تقيله انما جدا البدله بقى البدله مش بقت خفيفه برضه جدا يعني انت جربت تشيل هو في ايه؟ هيعمل لك مصايب. في ايه؟ انت كده لازم توقفي على الجواز. مش هتجوزه. مش هيحصل. انا اصلا ما عادش على الموضوع اسمع سر محدش يا يعرفه. بنتي هو كده بيوقف سوقك خدي بالك عشان كده هيقضي عليكي فما تلاقيش يا غيره. ولاد ربنا يتم بخير احنا. انت طول. يلا يا جماعه، في رايك ايه المفروض يكون دور الراجل في مساعده مراته بعد ما تخلف؟ اتفضل رد يا استاذ. يعني يستحملها لان الستات ما بيبقوش مظبوطين بعد الخلفه يعني ايه مش مظبوطين؟ هو بيهزر. هو مصمم كنت هربت وخلاص. علشان هرموناتهم قرب يا جماعه ثانيه واحده يعني هرموناتهم بتبقى بايظه يعني. يعني احنا مثلا جربانين يعني عشان تتكلم معانا كده. نسيتوني والله كنت هقول ايه. الحمد لله انك الستات وان هرموناتهم هم مش برضه كويسة. بيشيلوا حمل بصراحه الراجل ما بيشيلوش يعني. حلم يعني ولا انت لو حلم؟ جربت الخلفه دي يا مصطفى وجربت تشيل بني ادم جواك اشمعنى انا اجرب هو يعني عايز يهرب من اي مواجهه اي معلش ست. هو بس هشام انت خدت السؤال في حته تانية. انت عملت ايه؟ انت دورك ايه بالظبط. كزوج عشان تساعد هو مراتك؟ بيقول لي عشان هم أنا انا الست زوج يعني مثالي اللي ما مش بعملش اي حاجه مظبوطة. غلط. انا عارف لا هو ده مش كفايه سيادتك عملت ايه مساعده؟ عملت ايه مساعده؟ ان انا كنت ساعات بعمل لها شوربه. بغير
بغير للعيال لو عملوا نمبر 1 مش نمبر 2. ساعات نمبر 2 مستحيل. طب بالنسبه يعني لنمبر ممكن انيمهم مثلا، لا نمبر 2 دي مستحيل مستحيل. كنت بتقولوا ان العيال مركزه انت ده والله. بتعملها عادي؟ انا كنت عندي موقف كده ان انا عندي بنت عندها مثلا 6 شهور ومراتي حملت تاني، فطبعا هي عايشه مع الحمل، فانا بنتي الصغيره دي باكلها وبغير لها، ما فيش نمبر 1 ونمبر 2، بصحى 4 الفجر كل يوم بلبس في الحيط. ايه استاذ محمد بتغير؟ السؤال ايه يا فندم؟ بتغير اغير لمين؟ للاطفال؟ لا يا فندم ما بيحصلش. عمرك ما حصل لك؟ لا لا كنت بعمل حاجات تانية. يعني مثلا الراجل على قديمه ده ما يحطش ايده في هي الحاجات عايزه دي. تنام مثلا وانا شايف انها تعبانه، فبتنزل. فانا ممكن اشيل الولد اقعد العبه مثلا ساعتين 3 لحد ما هي تنام، اديله الحاجات بتاع. طب لو اتزنق وعمل، ما انت لازم تغير له، بتسيب الواد كده؟ لا ما بعرفش، طب اعمل ايه يعني؟ فتسيبه يتعذب لا، هو بتفك بالحاجات يا اللي- استاذ البلاستر اللي على اليمين ولا على الشمال، بعد كده بتفك دي، بعد كده بتجيب وايبس ترفع رجلين الطفل. سؤال بقى يا استاذه اسماء، انت عمرك غيرتي حد؟ طبعا البيبي ولاد الجديد أختي. هعمل كده يا فندم ان شاء الله. الله ربنا يكرمك. تمام. فكان في حاجات تانية مش الستات لازم، اقوى مننا مش لازم بصراحة. يعني. لا الستات بعد الولاده يعني ممكن تساعد بتتحمل. في المطبخ، ممكن تغسل اطباقك، يعني